مين فينا بيجي عليه وقت يقعد مع نفسه شوية يشوف ايه هي نقاط الضعف اللي عنده ويحاول يحسن من نفسه ومن مستواه بحيث ينجح ويحقق حلمه ويوصل لهدفه. ومن هنا تبدأ الأفكار تدور في عقلنا، وفي النهاية في اللي بيقدر بيوصل لحل المشكلة عن طريق البحث بقى وإنه يطلب مساعدة غيره، وفي نسبة كبيرة مننا بعد تفكير طويل بتستسلم وبترجع لنقطة الصفر من تاني، ودماغها يحصل لها ايرور كده زي تهنج. عشان كده جبنا لكم النهارده اهم 8 نصايح عشان تقدر تحقق اللي نفسك فيه وتنجح في حياتك بشكل عام. يلا بينا بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر مجدي من قناة دروس أكاديمي. في البداية أحب أشكركم جميعا كل المشتركين اللي معايا، اللي عندي على القناة واللي مش عندي كمان، اللي عندي على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرهم على منصات التواصل الاجتماعي، على دعمهم ليا للفيديو الأخراني وجميع الفيديوهات، وبالأخص الفيديو الأخراني بتاع أربع نصايح لطلبة الثانوية العامة اللي حقق نجاح أنا كنتش متوقعه الصراحة. أي نعم يعني ما جابش الفيوز أو المشاهدات كتيرة جدا على اليوتيوب عشان طبعا بالفترة أنا لسه بادئ، بس لقيت إقبال من المنصات التانية الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرهم من منصات التواصل الاجتماعي من أصحابي اللي ساعدوني أنا أشير الفيديوز بتاعتي دي. وعشان كده قررنا نستكمل سلسلة تنمية وتطوير الذات وتنمية المهارات، وجبنا لكم النهارده فيديو زي ما حضرتك شفت في العنوان الفيديو او من الصوره المصغره، وصايا اينشتاين للنجاح. وهي جبت لكم اهم 8 نصايح لتطوير الذات وتنميه المهارات وانك تنجح في حياتك بشكل عام. اول نصيحه معانا وهي المثابره كنز لا يقدر بثمن. يعني ايه الكلام ده؟ ليست الفكره في انني فائق في الذكاء، وانما انني اقضي وقت اطول في حل المشاكل. يعني ايه الكلام ده؟ عمو اينشتاين بيعتبر هنا ان النجاح بشكل عام عبارة عن 1% موهبة و99% جهد وعمل واجتهاد عشان توصل للحاجة اللي انت عاوز او الهدف اللي انت حاطه قدامك وعاوز توصل له. فطبعا مفيش انسان بيولد بالفطرة ان هو ذكي وعبقري وعالم وذري بقى، وبرضه مفيش عباقرة بالفطرة، ولكن في اشخاص مجتهدين بيسعوا دايما انهم عندهم باور كده جواهم، عاوزين يوصلوا فعلا لهدفهم، حاطين هدف قدامهم عاوزين يوصلوا له. لو عايز تحقق احلامك لازم تسعى، عشان 9:30 بيقفلوا. زي ما استاذ عبد الحميد قال في مسلسل ابو العروسه، يعني لازم تسعى عشان تحقق احلامك وما تتاخرش عشان 9:30 بيقفلوا. النصيحه الثانيه وهي اتبع فضولك. اينشتاين قال: ليس لدي اي موهبه خاصه، وانما لدي فقط حب للاستطلاع وشغف للاستطلاع. يعني ايه الكلام ده؟ يقصد هنا انك ما تمنعش نفسك انك تسال وتسال غيرك وتبحث وتتكسف حتى ان انت تدور عن تسال عن معلومه معينه. لا، خلي عندك دايما حب استطلاع، يعني مش تخش في حياه الناس، لا انت خلي عندك حب استطلاع اللي انت تعرف معلومه معينه وتسال من شخص واثنين وثلاثه، ده مش عيب. وتدور برضك على الانترنت وتدور على اي حاجه. في النهايه لازم توصل للي انت عاوز توصله دوت. شوف مهما عملت بقى جبتها يمين شمال لازم هتوصل. فلا حياء في العلم وما تتكسفش وانت بتطلب حاجه مهمه وهتفيدك وان هي هتنمي من شخصيتك وهتطور من مهارتك. ثالث نصيحه وهي المعرفه تاتي من الخبره. اينشتاين قال ايه؟ المعرفه ليست عباره عن المعلومات، وانما مصدر المعرفه الوحيد هو الخبره والتجربه. يعني ايه برضك المقوله دي؟ وهنا يقصد ان المعرفه ليست عباره عن كميه المعلومات اللي انت بتحطها في دماغك او حافظها وانت مش فاهمها، زي ما احنا بنقول حافظ مش فاهم. واي حد ممكن يعرف يحفظ شويه معلومات من غير ما يتعب، حتى هو مبرمج ان هو يحفظ الحاجه لكن مش فاهمها. ولكن يقصد هنا المعرفه بالجد والاجتهاد والسعي ان انت تحقق هدفك، وحاطط قدامك الهدف ولازم تسعى وتتعب لغايه ما هتوصل له. دي المعرفه الحقيقيه اللي هو يقصدها. فبلاش صدقني تخليه زي الشخص اللي بيقعد يجمع معلومات كتير، يجمع وهو حافظها وهو مش فاهم حاجه منها، وساعه ما يتحط في موقف ويجي يطبق المعلومات دي واي تريكايه حصلت ما يقدرش يطبق اللي هو حافظه خالص. ليه؟
بيحس كده في حاجه غلط. الحاجه الغلط دي عشان انت ما انتش فاهم اللي انت حافظه. الحفظ لوحده عمره ما كان حل. لازم تفهم اللي قدامك، لازم تفهم الحاجه اللي قدامك كويس وتدرسها كويس قبل ما تفكر ان انت تحفظ الحاجه وخلاص. لا، افهمها، هتلاقيك حفظتها لوحدك. انت هتحس بتعبك وبقيمتها وهي محفوره جوه عقلك، وتعرف تطبقها صح في الموقف او في الوقت المناسب. النصيحه الرابعه وهي تعلم قواعد اللعبه. اينشتاين قال: عليك ان تتعلم قواعد اللعبه اولا، ثم عليك ان تتعلم كيف تلعب افضل مع الاخرين. يعني ايه مقولة اينشتاين دي؟ يقصد هنا انك قبل ما تقبل على اي حاجة جديدة في حياتك انت مش متعود عليها قبل كده، بلاش تخش عليها على طول. لا، ابحث، دور، جمع معلومات، اتدرب كويس، اتمرن لغاية ما تحس او تتأكد من جواك ان انت فعلا تقدر تعمل الحاجة دي. ساعتها بس هيكون عندك الخبرة والموهبة الكافية اللي انت تقدر تخش بقلب جامد وتقدر تلعب فعلا صح، ومن غير ما اللي قدامك يضحك عليك او يقول هو مش فاهم حاجة، هو داخل ومش عارف اي حاجة. ادرس الحاجة قبل ما تعملها، مش اي حاجة تيجي في دماغك انا هعملها على طول، لا، ادرسها. النصيحة الخامسة وهي ابحث عن البساطة. اينشتاين قال هنا يعني مقولة حلوة واغلبية الناس اللي في الكليات هيبسطوا منها جدا: إذا لم تستطع شرح معلومة لطفل عمره 6 سنوات فأنت نفسك لم تفهم هذه المعلومة. يعني إيه الكلام ده؟ يقصد هنا يقولك إن أي إنسان بإيده يبين لك الحاجة صعبة ومكلكعة، وبإيده برضك إن هو يبين لك الحاجة دي سهلة بطريقة بسيطة جدا، وحاجة أنت ما تتوقعهاش إنها تتشرح بيها، وفعلا هتوصل لك المعلومة بيها. فدايما ابحث عن البساطة في اي حاجة في حياتك، صدقني هتعيش مرتاح وهتحس ان انت فخور بنفسك. فخليك بسيط. النصيحة السادسة وهي الخيال اكثر اهمية. اينشتاين قال: الخيال اهم من المعرفة، بالخيال تستطيع رؤية المستقبل. يعني ايه المقولة دي؟ كل ما يكون عندنا شغف وخيال لموضوع معين هيكون جواك باور يعني وبوزيتيف انرجي انت ما انتش حاسس بيها، هي اللي هتدفعك اللي انت تشوف حاجه او تبتكر حاجه انت ما كنتش متخيل ان انت تعملها، كنتش هتبقى متخيل ان انت توصل لها او تحققها. النصيحه السابعه: لا تتوقع نتائج مختلفه. لا تتوقع نتائج مختلفه في ايه؟ هنعرف دلوقتي. اينشتاين قال: الجنون هو ان تفعل نفس الشيء مره بعد مره وتتوقع ان تختلف النتيجه. يعني ايه برضك المقوله دي؟ اينشتاين بيقصد هنا ان لو انت مثلا قابلك موقف في حياتك او جيت تعمل شغلانه مثلا وفشلت فيها، لو انت اتحطيت في نفس الموقف بعد فتره قدام او فتره قريبه او فتره بعيده واتحطيت بنفس الموقف وجيت تفكر بنفس التفكير، ما تتوقعش ان انت يبقى تفكيرك هيبقى صح وتقول يا عم خلاص ان شاء الله هتعدي المره دي. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يعني بلاش تعمل فيها نفسك فتك وتقول لا طب ما نكررها تاني، ما انت برضو هتاخد على قفاك تاني. فاهمني؟ فهل انت بلاش تكرر نفس الغلط مرتين، فكر بطريقة تانية، ريلاكس، وتقول انا وقعت فيها مرة مش هقع فيها التانية، افكر فيها بدل ما انا خدت الاتجاه ده اخد الاتجاه دوت، احط لنفسي كذا حلول كذا طريق امشي فيه بحيث ما اقعش في نفس الطريق اللي انا وقعت فيه قبل كده. فبلاش تسرع في اتخاذ القرارات وتيك يور تايم قبل ما تاخد اي قرار في حياتك هتندم عليه قدام. بمناسبة الاخطاء، النصيحة الثامنة: ارتكاب الاخطاء ليس عيبا. تمام. اينشتاين قال ايه في النقطة دي؟ ودي اخر نقطة واخر نصيحة: الشخص الذي لم يرتكب اخطاء لم يجرب اي شيء. بيقول لك يا عم هنا اللي شايفني دلوقتي، مش عيب انك تغلط في حاجة، ومش عيب وبلاش تزعل اللي انت وقعت في موقف معين وغلطت فيه وفشلت فيه، مش عيب نهائيا. انت تكون مبسوط اللي انت اكتسبت خبرة، يعني وقعت مثلا في حاجة معينة خلاص الحاجة دي انا مش هعملها تاني. بكده تنتهي حلقة النهاردة. بجد اتمنى ان تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة ولو بمعلومة واحدة بس، مش بالثمان معلومات ديت او بالثمان حاجات اللي انا قلتها. اتمنى لو عندي ان واحد يستفيد معلومة او يفهم معلومة، دي حاجة بالدنيا بجد والله، صدقوني. اشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية. كان معاكم عمر مجدي من قناة دروس اكاديمي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.